السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهارده اللفت المخلل. زي ما انتم شايفين كده انا جبته وغسلته، لازم يتغسل كويس. وبعد كده هنبتدي ننضفه. مش بنقشره كل ده لازم يفضل موجود عشان ده بيديكي لون. لازم انت تشتري اللفت، تشتري اللفتية اللي هي التقيلة مش الخفيفة، عشان الخفيفة هتبقى من جوه قلبها زي السفنج، التقيلة هتبقى حلوة ومحملة. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي بقى اقطعه. انا اللفت بالشكل ده، دي اول خطوه نعمله بعد ما غسلناه وقشرناه. نخرطه كده لما يكون كبير، لما يكون صغير بنقطعها نصين بس. اللفت اهو بعد ما سيبناه ساعتين وشويه، كنا رشين عليه ملح بس الميه اللي نزلت منه. الميه دي هنصفيها ونشطفه، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. الميه دي مصفيه منه، ما ينفعش نخلله بالميه دي يا جماعه، هيفسده. الميه دي تفسده وتخلي اللفت اسود. هندلق الميه دي ونشطفه ونرجع تاني. انا هجيب برطمان وهعبيه فيه. انا بعد ما شطفته وصفيته من الميه اللي كانت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل لتر ميه هنحط 4 معالق ملح. هنا ديت 2 لتر، هنحط 8 معالق ملح. انا حطيت 1 2 3 4 5 6 7 8. نحط لكل لتر ميه معلقه سكر. ادي 1 2. السكر ليه؟ السكر بيحافظ عليه ويخليه مقرمش ويخليه طازه لاكبر فتره، وفي نفس الوقت برضو ماده حافظه ليه. نقلبهم سوا كده. عندي هنا بندر، هحط كام واحده بندر. ده بنجر انا حافظاه في الفريزر، هحط كام حته بنجر معاها عشان يخلي لونه حلو. معلقه هريسه دي اختياري، تحب تضيفيها ضيفيها، ما تحبيش براحتك. انا عايزاه سبايسي شويه. ادي الملح ندوبه بقى كويس. لازم ان الميه تغطيه. محتاج ميه تاني، نكمل الميه اللي ناقصه. لازم الميه تغطيه عشان ما يسودش. في ناس بتقول انها بتعمله بيسود لان الميه ما بتبقاش مغطيه. وهي يا حبايبي كده خلاص خلصنا. هنسيبه 3 ايام وان شاء الله ناكل احلى لفت مخلل بالهنا والشفا. هنرجع تاني اوريهولكم. هنا اللفت معانا كده اليوم الخامس ما شاء الله اهو استوى. هنطلع منه بقى كده. بسم الله. وهبتدي اقطعه. بسم الله. كده اللفت جاهز كده على الاكل ما شاء الله، مقرمشه وجميله واستوت وبقت حلوه.